بجد ربنا يبارك للي اخترع البتاعة دي. حاجة كده تحفة، هتوفر عليكي كتير قوي وهتساعدك في حاجات كتيرة جدا. يعني دي 3 قطع: مصفى ومبشرة وبولة كده، بس يعني برضو ايه تنفع معانا عجين. دي مبشرة للبطاطس، مبشرة للخيار، للجزر، للسلطات عموما يعني ولو حابة تعملي شيبس وكده. انا هعمل هنا فيها سلطة. عايزة اقولك هي موفرة جدا طاقة ومجهود ووقت، وان انت كمان ايه تستخدميها في حاجات كتيرة قوي. ممكن كمان البولة اللي هي اللي تحت دي تستخدميها كعجان، ك اي حاجة بقى. بصي هنخترع ليها كذا حاجة الايام اللي جاية دي ان شاء الله، الفترة الجاية. هنا انا غسلت طبعا حاجة السلطة دي. هنا ببشر فيها الخيار، وابشر فيها الجزر والبصلاية. هنعمل بقى مع بعض هنا سلطة الحياتي. سلطة بصوا من اطعم السلطات اللي هتاكلوها في حياتكم ان شاء الله. حلوة جدا، متمكنة جدا. يعني انا كنت مثلا دقتها برا، ففضلت ان انا استوعب الطعم ده جاي منين لحد ما عرفت التست ده. ايه بالظبط، قعدت اجرب بقى، فضلت اجرب كده مع نفسي لحد ما وصلت للتست المظبوط الحلو اللي هيدينا نفس الطعم بتاع كفتة الحياتي. والله مش هتفرقوها عن بعضها خالص، يعني مش هتفرقوا من السلطة دي والسلطة اللي برا. انا هنا عملت بشرت البصلة والخيار والجزر. هنا بقطع بقى طبعا حزمة من البقدونس علشان طبعا تعلي معانا التيست. ده هنا فلفل اخضر رومي، حابة تستخدمي بقى قرن فلفل حراق براحتك، حابة تعمليه رومي بس كده تمام برضو. انا هنا حطيت قرنين صغننين كده من الحامي. هنقطع بقى هنا القوطة حلقة، يعني حتت كبيرة كده، يعني مكعبات كبيرة كده لغاية ما نخلص الكمية معانا بتاعتنا وتبقى بالشكل ده. هنا جبت ليمونة، شلت منها البذر بتاعها تمام كده. وايه وجبنا بقى التوابل بتاعتنا اللي هي هتبقى عبارة عن ايه، هتبقى عبارة عن فلفل اسود، كمون، شطة حسب الرغبة طبعا، ملح ومية وخل. طبعا هنا الشطة اختياري، بس هي بتعلي التست بقى، بتدي نفس التست بتاع بره، فيها اللسعة اللي هي لما بتيجي نجيب كفتة مثلا بره فراخ مشوية، بيبقى فيه لسعة كده في السلطة. فانا حبيت اضيفها، يعني كل المكونات اللي فيها زي بره بالظبط. بصوا هنا شكلها مش هتفرقوها عن بره، بل بالاحسن وبالانضف كمان. يعني حاجه انت عاملاها في ايدك وجاهزه وانت اللي عارفه غاسله الحاجه ازاي وكده، شايفين؟ عايزه اقول لكم ريحتها خطيره، كانها ريحتها حاجات مشويه كده، فراخ وكده. اشوفكم على خير، يا رب تعجبكم.